تشوفوا هالفيديو. اليوم بهالفيديو رح ارجيكم عدد من النصائح رح يفيدكم كثير ويوفر عليكم جهد ووقت ومصاري مثل ما بتعرفوني، لانه حاز هداك الفيديو اللي نزلته قبل تبع نصائح لازم البنات تعرفها تقريبا وصل نص مليون مشاهده بخلال شهرين او ثلاثه، فهيدا الشيء عرفت انه انتم حبيتوا النصائح. فهالمره بسلسله العوده للمدارس رجعت لكم بفيديو كمان نصائح، بس هدول خاصين للي له علاقه بالدراسه او راجع على الدراسه او عنده اي علاقه بالمدرسه والدراسه. هدول كثير رح يفيدوه، حتى لو كان جامعه وريفر هذا كمان رح يفيدوه. بتمنى يعجبكم الفيديو. طبعا هدول من وين تعلمتهم انا؟ في منهم بعرفهم يعني هيك بعرفهم، وفي منهم علمتني اياهم الاساتذه او نصحوني فيهم عالم، وفي منهم شفتهم على الانترنت وجربتهم على حالي ولقيتهم انه بيشتغلوا مزبوط وبينفعوا يعني ولازم لكم عليهم، فعملت هالفيديو كله وجمعتهم كلهم فيه. مش كلهم تقريبا يعني اللي رح ينفعوكم كثير، وان شاء الله يفيدوكم كثير وينفعوكم كثير. ما تنسوا هالفيديو لايك يعني اعملوا اشتراك لقناتي، وكمان فولو معي على الانستغرام وتويتر، وبحبكم كثير. شو اسمي على الانستغرام وتويتر؟ نور ستارز 21 رح يكون موجود بصندوق الوصف، ما تنسوا تشوفوه وما تنسوا تتابعوني لانه في شغلات يوميه. وهلا رح خليكم مع النصائح، وبتمنى عن جد تستفيدوا من كل قلبي. وباي باي. لا مش باي باي، ما بعرف اذا رح اشوفكم باخر الفيديو او لا، بس هلا رح تشوفوا الفيديو والنصائح شو هن، بس ما بعرف اذا رح اشوفكم باخر الفيديو او لا. أول نصيحة، إذا عندكم دفترين بيشبهوا بعض كتير مثل هدول اللي عندي أنا، رح تاخدوا الدفترين ورح تحتاجوا ألوان أو أقلام تلوين، ورح تلونوا جزء صغير مثل الصورة بلون، ورح تاخدوا الدفتر التاني وتلونوا كمان من فوق بلون تاني بس، وهيك رح بتصيروا تميزوا بين الدفترين تبعولكم مثل ما هلأ مبين عندكم، وخلص إنه حياة سهلة. تاني نصيحة انك تجهزي تيابك قبل النوم، وهذا الشي رح يوفر وقت الصبح وما يخليكي تتأخري وانتي عم تقرري شو تلبسي وتوقفي قدام خزانتك المليانة تياب وتقولي ما عندي تياب، ماما اشتري لي تياب جديدة، اوه ماي جاد. بعرف كل هالقصص عاملتها قبلك، فلهيك جهزي تيابك قبل ما تنامي وهيدا رح يحللك مشاكل كبيرة. سألتي حالك شي يوم اي وقت تدرس او افضل وقت للدراسة؟ الجواب هو قبل النوم والصبح. الصبح بمعنى الفجر. ركزوا على الكلمة. هدول الأوقات أفضل أوقات الدراسة، وتخلي المعلومات تترسخ بدماغه وما تنسيها بسهولة أبدا، بالعكس رح تترسخ بدماغك ورح تتذكريها كتير منيح، خصوصا بيوم الامتحان. هدول هن أفضل أوقات، وعن تجربة على فكرة على طول بجربهم وقت الامتحانات وبيزبطوا معي، وإن شاء الله يزبطوا معكم كمان. عندك كريم بتحبيه كتير او لوشن حتى وحابه تاخديه معك على المدرسه، خصوصا بجفاف الشتاء المميت؟ معك حق والله. لهيك كل اللي عليك تعمليه تجيبي علب صغيره حتى لو كانت كيوت بهالشكل او اي شكل انت بتحبيه، وتحطي من الكريم اللي انت بتحبيه او اللي بدك تاخديه معك على المدرسه بقلب هالعلب وتاخديها معك على المدرسه، ورح تخلصيها بسرعه ورح تستفيدي من الكريم اكتر كمان، وكمان رح تكون معك باي وقت انت بدك اياه. هيدي النصيحة جننت الأجانب أو مجننتهم أساساً، فقلت لجربها بما أنه هالقد إنه عم يحكوا عنها، وفعلاً زبطت معي. كل القصة إنك شو تعملي؟ تخيلوا شو تعملي؟ تاخدي قطعة علكة بطعم معين وقت الدراسة، وقت أنت عم تدرسي وتاكليها، وتاكلي نفس هالعلكة بنفس الطعم وقت الامتحان، ورح تساعدك هيدي العلكة لتتذكري اللي درستيه بالوقت هداك اللي أكلتي فيه العلكة. وهذا الشيء على فكرة بيساعد، وأنا جربته وساعدني بالامتحان، ما بعرف إذا حاز بس عن جد بيساعد، فحبيت أنصحكم فيها. إذا كنتي رايحة لامتحان والأسئلة فيه أجوبتها خيارات، يعني ألف باء تاء وهيك يعني، ومش دارسة شيء أبداً، اختاري لكل أجوبتك اللي ما بتعرفيها نفس حرف الإجابة، يعني كلهم ألف أو كلهم جيم أو كلهم هيك يعني، وإلا ما يكون فيهم كم وحدة صح أحسن من ولا شيء، لأنه إذا اخترتي لا على التعيين يعني ألف وباء وجيم ومن هون هونيك يعني وهيك شيء، ممكن ما يطلع معك ولا وحدة صح، فإذا اخترتيهم كلهم نفس الشيء إلا ما يطلع معك كم وحدة صح. ومع تمنياتي لكم بالنجاح الدائم. مين بيتذكر هاي بيكتبوها بكل نهاية أسئلة وأبدا ما بننجح.
سيداتي سادتي، أثبتت الدراسات إنه الإنسان ليركز منيح لازم يكون دافي، فلتركزي بالمدرسة كتير منيح وهو المطلوب حافظي على دفء جسمك، وأهم مكان بدفء الجسم هو الرجلين، فلهيك حافظي دائما على دفء الرجلين باستخدام الجوارب أو الشرابات. دائما بنات كتير مهم إنكم تلبسوا جوارب للمدرسة لحتى تدفوا. هي لكل وحدة عندها شعر دائما بيجي على وشها بس تدرس وما بيخليها تركز منيح، فلحتى ما تتلهي وما تتسلي كتير وتعصبي مثل ما انا معصبه هلا بالفيديو من شعري دائما بيعصبني هيك، خدي اي قلم من الاقلام الكتير اللي حواليكي ولفي شعرك بالطريقه الموضحه بالفيديو بهالطريقه، وحطي القلم بقلب الشعر مثلها كمان الطريقه الموضحه بالفيديو، وثبتي الشعر بالقلم، وهيك رح ترتاحي كتير كتير ورح تحبي القلم على قد ما انا بحبه، او يمكن انا بحبه اكتر شوي عن العاده مثل ما هلا رح تشوفوا. او ماي جاد بكفي. لا عن جد انا بحب القلم هلا لانه دائما بينقذ لي حياتي، وهلا رح ينقذ حياتكم كتير ويريحكم من الشعر اللي حوالين وشكم. اذا كان عندك شعر طاير صغير حوالين وشك مثل الشعر اللي انا عندي اياه وما بتحبي منظره بالمطلق، لهيك ما تكبي مسكرتك واحتفظي فيها لانه رح تفيدك كتير. مسكرتك القديمه يعني بقصد استخدميها لتنيمي هدول الشعيرات وترتاحي منهم للابد، لهيك برجع بقول لكم مسكرتك القديمه ما تكبيها لانه بتنفعك اوقات كتير صدقيني. اقلامك على طول بيضيعوا منك بقصد بينسرقوا بس بيضيعوا بطريقهم يعني. اوكي طيب شو الحل رح تحتاجي لتحلي هالمشكله اللزاق، ولازم يكون كتير مميز. انا اخترت لزاق ذهبي لانه عن جد مميز، وكمان مقص، وقصي اللزاق بالطرق او بالمسافات او اي بالشكل اللي انت بتحبيه. بعدين افتحي اللزاق ولفيه حوالين قلمك، وهيك رح تصيري تعرفي قلمك. طبعا لفيه بالطريقه اللي انت بتحبيها بالشكل اللي انت بتحبيه بالعرض وبالطول على كيفك، وهيك ما بيعودوا بينسرقوا او بيضيعوا ابدا ابدا ابدا. اذا انت من الناس اللي دائما بيفيقوا متاخرين مثلي، دائما متاخرين، او ماي جاد شو اللي تعملي؟ انك تروحي على المنبهات وتحطي منبهات ورا بعضهم، يعني 7 و5 7 و10 7 وربع وهيك رح تفيقي تدريجيا، وهذا الشيء كتير رح يساعدك بفئة الصبح مثل ما هو على طول بيساعدني بفئة الصبح. انك تفيقي تدريجيا احسن من انك تنامي وما تفيقي ابدا يعني وتروح عليك المدرسة، فهذا حل كتير مناسب. إذا ما فاتتك الطريقة الماضية لتفيقي ونومك كتير تقيل، بنصحك تحطي تليفونك بكاسة، وبيفضل إن تكون بلاستيكية لحتى وقت يرن المنبه تكون أو يكون الصوت كتير قوي ويجبرك إنك تفيقي، وهذه الطريقة مضمونة 100%. هلا إذا بتعرفي حالك من العالم اللي دائما بيروحوا متأخرين على مواعيدهم وإنتي بتزبطي إعدادات الساعة تبعك الشخصية، حاولي دائما تزبطيها قبل بربع ساعة أو ب10 دقايق، وهيك دائما بتفكري حالك إنك متأخرة وبتوصلي على الوقت أو قبل الوقت، فهيدي نصيحة كتير مهمة. إذا أنت من العالم اللي بتكون عم تدرس فجأة تخطر على بالها فكرة إنه خليني أشوف الإنستغرام واليوتيوب بس شوي مثلي بالضبط طبعا، وتمر ساعات وأنتم عم تتصفحوا بالإنترنت وبالإنستغرام وبالتويتر واليوتيوب وما بتعرفوا وتروح عليكم دراسة، الحال شو؟ الحال إنكم تسكروا التليفون واللابتوب وتبعدون عنكم بمكان كتير بعيد وقت الدراسة خصوصا، وتخبروا حالكم انه انا ما رح افتح نت ابدا لحتى خلص دراستي، وهيك رح تتحمسوا انكم تخلصوا دراستكم كتير كتير بسرعة، ورح تكونوا جاهزين لامتحان بكرة وتدرسوا بالوقت وبنفس الوقت تتسلوا بالانترنت لانكم كافأتوا حالكم already. النصيحة هاي اللي رح تغير كتير بحياتكم هي انكم تتظاهروا انكم عم تدرسوا حالكم، يعني في حدا قدامكم بس ما في حدا وهي انتو، وتدرسوا حالكم كأنكم مدرس او تتخذوا دور المدرس وتدرسوا حالكم، وهيك رح تترسخ المعلومة اكتر، وكمان تساعدوا هالمعلومة بانكم ترسموا رسومات قريبة على المعلومة او تحكوا لحالكم قصص من حياتكم كمان بتمثل هالمعلومة، وهيك رح تتذكروها للابد ومستحيل فيكم تنسوها. الدرس هلا ما هو تعريف كلمة أم؟ بظن أسهل من هيك ما في، لهيك هلا إذا بدك تركز وتقلي شو بتتذكر من تعريف كلمة أم؟ ما بتتذكر شي؟ ما بعرف لأنه أبدا ما ركزت وقت التيتشر كان عم يشرح وما شفت شي أساسا من الشرح، لهيك إجا الوقت تتعاقب وتدرسها مرتين وثلاثة وخمسة، وهلا قلي شو تعريف كلمة أم؟ أوكي ما بتعرف ما؟ أنا رح قلك. الأم هي الكائن الخيالي الذي يحبك مهما فعلت ويحتضنك في وقت الحزن ويمسح دموعك، وعليك
أن تحترمها. أعذر اللغة العربية. الذي يجب عليك احترامه حتى لو دعس على راسك وشلفك بالشباط. الأم هي الكائن الوحيد الذي يجب عليك احترامه حتى لو شلفك بسباط الحذاء أو بالحذاء يعني whatever، وما عمل فيك العمايل وبزأ في وجهك. عليك أن تبقى تحترمها وتنزل عند رجليها وتقبل قدميها، لأنها هي المخلوق الوحيد الذي سيمسح دموعك عندما تحزن. عليك احترامه. ماذا فعلت فيك؟ لازم تحترمه، لازم تحترمه وتحطها عند عينك، وإذا ما عملت هيك اعملوا سبسكرايب، اشتراك في حمرة هون اضغطوا عليها بتشوفوا الفيديوهات الجاية، وشاركوا هالفيديو مع كل العالم ليستفادوا كل رفقاتكم، كل العالم بعتوه على كل مكان، بعتوا هالفيديو لكل مكان مشان يشوفوه رفقاتكم ويستفادوا اكثر لوقت الدراسة. وبس لهون بدي لكم كثير بحبكم، ومن هلا الفيديو الجاي رح اشتاقكم خيرات الله، وبشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي. لهون بيكون خلص الفيديو، بس لا تنسوا تعملوا اشتراك للقناة، اشتراك دوروا عليها حمراء هيك سبسكرايب او اشتراك تضغطوا عليها، وفولو على الانستغرام وتويتر مثل ما قلت لكم باول فيديو. بحبكم كثير وبشوفكم بالفيديو الجاي، رح اشتاقكم خيرات الله، كثير خيرات الله، فلهيك رح اشتاقكم كثير. باي باي. بدي اقول انه انا كثير بحبكم، وانه انا قربت انه اوصل على 100,000 مشترك ومش عم صدق هالشيء، وهذا كله بيرجع لكم. كل هالدعم اللي عم تقولوا لي شكرا. وصار لي 3 ايام بس عم صور بهالفيديو، كل هال 3 ايام عم صور لانه اللقطات اخذتها كذا وكذا وعدت لقطات لانه ما كانت عم تزبط، وهلا زبطت ان شاء الله رح تزبط، ورح اعمل له اعداد وينزل لعندكم. وبس حبيت اشارك معكم انه انا كثير بحبكم.